السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب دايما كده. حبايبي احلى عيلة، كل عام وانتم طيبين وبخير، رمضان مبارك يا رب يجي عليكم كده بالخير واليمن والبركات ويحقق لكم كل امانيكم. اكتبوا لي بقى في الكومنتات كل حد طبخ ايه النهارده اول يوم رمضان. شوفوا عملنا لنا ايه؟ عملنا لحمة وعملنا ديك وعملنا محاشي كوسة بتنجان فلفل بس الديك هو اللي يعني ايه الظاهر في الموضوع. استنى اما اوريكم الاول وانا بغرف كده الاكل. شو بقى حقانيه بتعرف كل طبق طبعا ايه؟ بسم الله. شوفوا تعبت فيه بصراحه. هوريهم دلوقتي الخلطه اللي عملناها، شغل كبير ده غير كميه التوابل اللي اتحطت عليه. بصراحه راجل تعب معانا. وريهم يا جوج. شايفين بسم الله ما شاء الله، يبقى مستوي كده من جوه ومن هو لازم بره. يتعذب عشان يطلع لازم امسكه بماسكه دي ويتكتف كده. وهنا دي لحمتي المحمره ومعايا المحشي بتاعي. وانتظروا فيديوهات القويه خلال شهر رمضان المبارك باذن الله. انتوا عارفين ان في رمضان الحمد لله بننزل فيديوهات تقيله وحلوه وجامده ان شاء الله. يا شوش عايزه حاجه؟ بغرب كل اتنين مع بعض بس يا توته. اصل انا صايم فتلاقيني يعني ايه؟ ايوه كل ربع ساعه الاكل والواحد مش حاجه زي كده مخه بيروح منه. بسم الله. اكل الصايمين ده بيبقى امسك كده يا عمده دوت، حط فلفلتين، فلفلتين في الطبق ده بس كده. حاضر. بس متهيألي كنت عايزه اكتر فيه شويه. لا ده هو كده كل طبق فلفلتين. ماشي يا شاشه. او تلاته. حط تلاته. انا هحط اتنين بعد كده انا بقى تلاته. ماشي. لا يبقى كتير لان انا حاطه كل اتنين مع بعض. طيب. بس الطبق دوت عايز زياده بتنجان شويه. تسلم ايديك يا شوشو والله. ايه رايك؟ اللحمه عالميه وتديك شغل عالي. لا اهم حاجه الطعم. يقول لك ايه، العين بتاكل قبل البق ولا بيقولوها ايه؟ هو عامة اي الصايم بياكل على طول. بس اقول لكم على حاجه والله، الاطباق الفويل دي اختراع. الاطباق الفويل دي مريحه، وبعد الفطار كده بقى ولا تلاقي صحون عايزه تتغسل ولا تلاقي حاجه، طبق وارمي على طول، وخصوصا لو عندك اغسليها وحافظ عليها يعني. هي برضه بس تبقى هي مالنا اي حاجه. ايه لو غسلناها تبقى ما مالناش حاجه. لو غسلناها يبقى انا تغسل اطباقي. ده عايز سكينه ومقص وعايز كل حاجه عشان كده سايباه للاخر. انا بغرف المحشي الاول اخلصه. خد يا عمر الفلفل بتاعك، انت مسؤول الفلفل اللي طلعه. ماشي يا ستي حاضر. نشوف بقى مع بعضينا دلوقتي تتبيله الديك انا عملتها ازاي. تحفه. من قبلها بيوم وانا بكون كده حاطاه في الخلطه بتاعتي من قبلها بيوم. بقول لك ده كده على بعضه صراحه يعني بياخد يومين كاملين. هي صراحه من امبارح تعبت شغاله فيه، وغير ان التلاجة بتبقى زحمه تحط الحاجات دي في التلاجة والاخ ده يبات معرفش فين. يجي تاني يوم يقعد طبعا 5-6 ساعات في النار زائد اللحمه والحاجات دي. خد 4 معايا 4 ساعات، حطاه من الساعه 2 لغايه الساعه 5 ونص. احنا عاملين حسابنا ان رمضان يا سبت يا حد، بس احنا شغالين فيه من امبارح. يعني لو كان رمضان بكره ان شاء الله كان شلنا قبه. كان بات يومين، كان راح مننا الاخر. أنا دايما بحب لما بكون بعمل أي طيور ديك أو بط أو أي حاجة دايما بحب أتبلها قبلها بيوم. جبت الديك وغسلته كويس جدا جدا ونقعته في محلول التنظيف بتاعه لمدة 2 ساعات. بعد كده شطفته وغسلته تاني وعلى الناشف. كنت جايبه قبل اللقطه دي انا كنت حاطه فوطه ونشفته بالفوطه كويس جدا جدا. وجبت بقى التوابل بتاعتي، ملح، فلفل اسمر، 7 بهارات، فلفل اسمر قلتها، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمه، كل الحاجات دي وسنه قرفه بسيطه. خلطتها كلها ببعض وعملت بيها الديك كده، خلطتها في الديك وهو على الناشف. بعد كده جبت بصل وطماطم ومعلقتين صلصه ونص عصير ليمون، نص كوبايه، ونص كوبايه عصير برتقال، وكل ده خلطته في الخلاط. بقى مديني احلى طعم. تخيلوا كل الخضار دوت مع بعضه كده في الخلاط، تخيلوا طعمه هيبقى عامل ازاي. طبعا بقيت التوابل اللي بقت مني برضو حطيتها معاهم في الخلاط، وبقت التتبيله دي اللي انا حطيتها دلوقتي على الديك.
وجبت حلقات الجزر وحلقات البصل وحطيتها في بواقي الخلطة اللي اتبقت مني اللي انتوا شايفينها اللي هي الحمرة دي، وحطيتها في الصاجة بتاعة الفرن. انا مش عندي صينية كبيرة ما شاء الله تاخده، فحطيته في الصاجة بتاعة الفرن نفسها، وحطيت تحتيه البصل والجزر. عايزة اقول لكم بيدوله نكهة كده جميلة جدا. لو عايزين تحطوا بطاطس كمان حطوا، بس حطوا البطاطس جوه الديك، يعني انا حاطه جوه الديك برضو جزر وبصل. لو عايزين تحطوا بطاطس حطوها جوه الديك. ليه بقى؟ لان احنا لو حطيناها بره الديك هتنشف مني وهتتحرق، لانها بتستوي بسرعه جدا جدا. جيت بعد كده ربطت رجل الديك بسلوفان. الحركة ديت لازم علشان خاطر ما يتفتحش لما يتعرض للحرارة. أنا بحب دايما الديك أو البط بحب دايما أربط رجولهم بورقة سلوفان كده، حاجة بسيطة يعني. وبعد كده بقى بحط عليه كوبايتين مية، وبجيب ورق زبدة وورق فويل وبغطيه كويس جدا. الديك بياخد معايا حسب حجمه، بياخد معايا من 3 ل4 ساعات، وفي ديوك بتكون اكبر من كده وممكن تاخد اكتر من كده، بس انا احب الحاجة تاخد راحتها، يعني انا احبه ما يقلش عن ال3 ساعات. نسيت اقول لكم اللي انا حطيته دوت الكرفس بيدي نكهة فظيعة جميلة جدا جدا للديك. حطيتها على وش الديك وحطيته معاه في الصينية، ومعلقة بقى الزبدة البلدي بتاعتك وتحطيها على الديك قبل لما تغطيه بورق الزبدة وورق الفويل، وبسيبه في الخلطة ديت قبليها بليلة في التلاجة، قبليها بليلة تيجي تطلعيه تاني يوم تاكلي أحلى ديك. وكذلك برضو البط بيكون قبلها بيوم. توت قلبي قول لهم كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. عشان احنا فين؟ احنا في شهر ايه دلوقتي؟ ده اسمه ايه؟ قولي. رمضان اسمه ايه؟ من تحت سخنة مولعة، خد بالك. الحلة اللي عندي ما قضيتش، عملت الكوسة في صينية. بصوا حاطة الكوسة، استني يا توته، حطاها في صينية. والفلفل كذلك برضو، كنت في مرة مسافرة وحطيتهم في صواني برضو، الفكرة عجبتني. طالما الكمية كده تمام خلاص. هطولك انا؟ حاضر. هطولك انا والله؟ حطها انت. نص كده روح قولي كده. ما شاء الله الجناح بتاعه بيدي على ورك. الجناح تشوفه تقول عليه ورك، ده مش جناح ابدا. طب وبالنسبه للحمه ما تحط شاء كده الله. ولا ايه؟ لا اللحمه انا هقسم دلوقتي على الاطباق. طب كده كده ده الطبق الخامس اللي معاكي ده. اهو. حطي فيه فلفل. طبعا عمرو دوت عشان ما باكلش بتنجان كتير. طب عمرو ما بيحبش الفلفل ولا بيحب الفلفل؟ حط فلفل. احط له واحده حتى. واحده يا عم اهي. تريدي يا ماما عيني عيوني. حط ده وما تحطيش فيه فلفل. طيب الله. كده زي الفل كده. بس اهو الحمد لله.